السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما يكون عندك ربع كيلو لحم هتقولي هعمل بيه ايه؟ أقولك حاجة، والله ده كمان أقل من ربع كيلو، ومع ذلك هنعمل بيه أكلة لذيذة قوي هتكفيكي انت وزوجك وأولادك، يعني هتكفي بيتك. طيب زي ما انتوا شايفين كده ابتدينا في الوصفة على طول. جبنا الكبة ومعانا بصلاية كده وهنبتدي نفرمها. طبعا احنا عملنا اكلات اقتصادية كتير وما ذلك بنكمل، ومع ذلك تكون اكلات لذيذة مش مجرد انها تكون اقتصادية. طيب رحنا كده على البوتاجاز معلقة سمنة كده وهنبتدي نشوح اللحمة المفرومة بتاعتنا. تمام، النار عالية ونبتدي ان احنا نشوحها، وطبعا احنا معانا بصلايه مفرومه اللي احنا لسه فرمينها. وعاوزه اقولك هنحتاج بصلايه تاني، بس ايه هنفرمها، بس ايه يعني هقولك لما نيجي عندها كده يعني. طيب انا على فكره اللحمه دي انا دايما ببقى شايلاها كده قطع لحمه كده، يعني دي اقل من ربع كيلو، بس حاجات بسيطه يعني مثلا اقل من ربع كيلو ب20 جرام، في الحدود دي يعني. دايما لاني انا عندي ابني ما بياكلش فراخ ولا بط ولا الحاجات دي، فدايما كده ببقى عامله حسابي في لحمه مفرومه كده، ببقى مقسمها له على قده، علشان لو احنا عاملين بط او عاملين فراخ وما كلش اطلع له حته اللحمه دي، اعملها له كفته، اعملها له حواوشي، اي حاجه بقى. طيب احنا شوحنا هنا اللحمه وبعد كده نزلنا بالبصلايه اللي احنا فرمناها، حطينا حبه ملح وفلفل، هندبل كده بس البصلايه ونطفي بقى وخلاص كده يبقى احنا عصجنا اللحم. حذروا فزروا هنعمل ايه؟ طيب خلاص كده عرفتوا، ما بلحقش انا. معانا كده كيلو كوسه. تمام، وهنبتدي ان احنا كده نكحتها لان احنا هنعملها النهارده طاجن حلو قوي لذيذ. الكوسه يا جماعه من الاكلات اللذيذه الخفيفه المغذيه، حلوه قوي للاطفال، حلوه للناس الكبيره، حلوه للكل، لمريض السكر، جميله بصراحه. ودايما بننساها من الوصفه، من وصفاتنا الغذائيه يعني، رغم ان زي ما قلت لكم خفيفه قوي خصوصا في الصيف، بتبقى جميله كده وسهله وسهله الهضم وجميله قوي. طب احنا كحتناها هنبتدي ان احنا نخرطها كده، نقطعها زي ما قلت لكم. انا هعملها طاجن ني في ني، يعني بصي بقى وصفه كده لو انت بقى جايه من بره مستعجله، قاعده عند اختك وقعدتي ترغوا كده شويه وجيتي كده مستعجله، طلعي حته اللحمه كده وهوب كده ومره واحده حطيها في الفرن، مش هتاخد بالظبط دقايق وتكوني مجهزاها. تمام، وهسيب لكم برضو التطبيق اللي انا بقول لكم عليه، ده تطبيق حلو تحملوه بنت وبعد كده بيبقى موجود عندكم بدون نت. طب خدنا الكوسه بعد ما قطعناها غسلناها غسله حلوه قوي، وجبنا البصلايه بصلايه صغيره اللي قلت لكم عليها وفرمتها، حطينا عليها حبة ملح وفلفل كده، وهنبتدي بقى ننزل بالكوسة وننزل بالبصلاية عليها. انا عاوزة كده اتبل الكوسة بتاعتي علشان يبقى طعمها خطير وريحتها وهي بتستوي تجيب اخر الدنيا. احنا عاملين العصاج باللحمة المفرومة، لكن لا، انا عاوزة الكوسة كلها كده يبقى ريحتها متبلة بالبصل. هننزل كده، هاتي بقى بايركس او صينية او اي حاجة، هننزل بنص حجم الكوسة، وبعد كده نحط العصاج بتاعنا اللي احنا عصجناه اهو نوزعه في الصينيه. تمام، عاوزه اقول لك الطاجن ده وهو بيستوي كده في الفرن ريحته بتجيب اخر الدنيا، لذيذ وسهل اهو زي ما انتوا شايفين، وبسيط وصحي يا جماعه. احنا في الصيف بقى مش عاوزين اكلات مسبكه، عاوزين حاجات لذيذه وما نقفش كتير في الفرن، احنا كلنا تعبانين، تعبانين ومتفرهدين. تمام. طيب نزلنا كده بالعصاج وبعد كده نزلنا بقيت كمية الكوسة. معانا بقى طماطم برضو، عصير طماطم ضربة اهو، حطيت حبة ملح وحبة فلفل، وهننزل بيه على الكوسة بتاعتنا ني في ني. وصفة رهيبة جدا يا جماعة، والله من الأكلات الجميلة. وخلال الفترة الجاية إن شاء الله هعمل لكم وصفات كتيرة برضو اقتصادية وصحية وسهلة سهلة. طيب انا هنا بقى حطيت الطماطم ونزلت بمعلقتين سمن بلدي بقى كده، ما عندكيش بلدي اي حاجه تقدري تحطي حبه زيت ذره. تمام، انا هنا بقى هغطيها بورقه فويل علشان اكمرها والكوسه تستوي وما تاخدش وقت في الفرن. طيب بعد ما تستوي هعمل ايه؟ هشيل الورقه دي. على فكره تقدري تحطي عليها بشاميل بس انا مرضتش، يعني تعملي بشاميل زي المكرونه كده وتحطيه، انا مرضتش، عاوزاها خفيفه كده، وكمان هنعمل جنبها حبه رز ابيض زي ما انتوا شايفين.
انا بس وهي في الفرن لما تستوي هشيل الورقة، وممكن احط عليها رشة جبنة رومي كده بتديها ريحة حلوة قوي، او ما تحطيش عادي، تخليها بس تتحمر كده خفيف. عملنا حبة رز أبيض بقى مفلفل كده، شوحناهم ونزلنا بحبة مية مغلية، وخلاص كده هنخليه يستوي على نار هادية. وادي الأكلة بتاعتنا جاهزة. ادي طاجن الكوسة الخطير. بص أنا هنا حطيت رشة خفيفة أوي من الجبنة الرومي، بتديها تست حلوة أوي وريحة جميلة وطعم خطير. وادي كده خلاص الوصفة بتاعتنا جاهزة. اقل من ربع كيلو او ربع كيلو مفروم، عملنا اكله لذيذه تكفيكي انت وزوجك واولادك. عاوزه اقول لك ما شاء الله بتبقى مبروكه قوي وجميله وخطيره. وادي بقى الرز بتاعنا اهو، وكمان عملنا حبه سلطه علشان تبقى وجبه مغذيه ولذيذه، ولا نقف كتير على البوتاجاز ولا فرهده ولا حر، واكله لذيذه وبالف هنا وشفا ليكم. يا رب جربوها هتعجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، اعملي متابعة، علشان كتير بيقول لي وصفاتك مش بتوصل لنا، فين وفين لما بشوفها، علشان انتوا مش عاملين لي متابعة، انا زعلانة منكم. اعملي متابعة علشان كل اشعار اعمله او اي فيديو ينزل يجيلك باشعار. كمان اشتركي على قناتي على اليوتيوب مطبخ سهير جاد، وعندك كمان القناة الصغيرة يوميات مطبخ سهير جاد. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلام. باي باي.